مجدرة الرز اللي هي عبارة عن عدس ورز، بس اليوم هعملكم اياها بطريقة كتير متدلعة، يعني كتير هيك موجبة. اهلا فيكم في قناة طبخة ومعلومة. يا ريت تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، شير لكل معرفكم، دعموا الفيديو بلايك لو عجبكم، ويلا نبدأ. معلومة اليوم هي عن العدس. العدس هو عبارة يعني عن كتير أنواع، في العدس البني، العدس الأسود، العدس الأحمر، العدس الأصفر، العدس الأسود، كتير له أنواع، وكل نوع بينفع لطبخة معينة. بس نحن بشكل عام أنا اللي طلع قدامي لقيته العدس البني هاد. معلومة اليوم بتقول إنه العدس بيحتوي على الألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المهمة جدا، وهاد بيخلي العدس غذاء مهم جدا لصحة القلب، وغذاء مهم للحوامل بسبب توفيره لكمية كبيرة من حمض الفوليك، وله فوائد بتقوي المناعة ضد الأجسام الغريبة، وهاد بيخليه مساعد لمحاربة مرض السرطان، وبحارب التعب لأنه بتوفر فيه كتير من الحديد بكميات كبيرة جدا، يعني بالإضافة لأنه الألياف الموجودة فيه بتساعد على إنقاص الوزن، لأنها بتساعد على الشعور بالامتلاء وبالشبع، وبيقلل الشهية كمان. ويلا نروح على طبختنا. بمناسبة الحديث عن العدس وأنواعه وإنه ما بينفع لكل الطبخات أو كل طبخة بدها عدس معين، حفرجيكم إن شاء الله بفيديو قادم إنه شلون لو طبختي مجدرة الرز هي نفسها هاي بعدس غير ملائم إلها، إنه شلون بدها تعجق مثل ما بيقولوا، يعني الرز حيعجق حتى ولو قللتي مي، حتى ولو كترتي زيت أو سمنة، حتى لو عملتي كل التدابير الرز حيطلع هيك شوي مخبوس بسبب العدس، مو بسبب الرز ولا بسبب عيار المي. يعني دائما مكونات الطبخة كلها بتلعب دور بنجاح الطبخة. ان شاء الله الفيديو القادم او فيديو ما بعرف الجاي او اللي بعده، المهم حاعملكم اياها بالعدس هاد، حفرجيكم شلون حتطلع الطبخة. اما اليوم فحنطبخ مجدرة الرز بطريقة حلوة كتير وموجبة نوعا ما. فانا كاسة عدس مقاديرنا: كاسة رز طويل، رز كبسي بسمتي، وكاسة رز قصير، وعندي ملعقة سمنة وملعقة زيت، وعندي ملح وفلفل، بصل مقطعة ناعمة، بصل صغيرة، وفلفل أخضر مقطع ناعم. هدول هني بس مكوناتنا فقط لا غير. وأنا عملت لكم جنبها صلصة عشان تصير طعمها شبيه قريب من الكشري. يعني صلصتنا عبارة عن فلفل أخضر مقطع ناعم، بصل مقطعة ناعمة، زيت، توم مهروس سنين، فلفل أسود وملح، وعندي ملعقتين صلصة طماطم، وملعقتين دبس رمان، وملعقة فلفل أحمر أو دبس فلفل أحمر يعني حار، حطيتهم أنا بزبدية واحدة. شوفوا الرز نقعته مع بعض، الطويل والقصير نقعته مع بعض، خلطته ونقعته مثل ما عم تشوف هيك بالفيديو تماما. هو بياخد وقت النقع نفسه، يعني ما بياخد هذا أكتر من هذا. العدس بنغسله مزبوط بنغمره بالمي وبنحطه على النار لينسلق. هذا العدس هو نفسه العدس اللي يعني نحن لازم نلاقي عدس أسود بيطلع كتير ظابط مع هاي الطبخة، بس أنا ما لقيت غير العدس البني. هذا العدس بيستخدموه إخواننا المصريين بالكشري، بينقعوه نقع ما بيحتاج لسلق كتير يعني، بس أنا ما بلاقيه إنه لطيف على المعدة، فعشان هيك لازم نسلقه، عشان بتعرف البقوليات كتير صعبة على القولون يعني، فلازم ينسلق ويشبع سلق كمان. وهلأ بين ما العدس انسلق واستوى، خلينا نحضر الصلصة اللي قلت لكم عنها انه بدنا نحطها جنب الاكل. بنحط ملعقة الزيت، وبنضيف فوقها البصل المقطع ناعم، وبنخليه ليدبل. طبعا بنقلبه مع الزيت بشكل كويس، بنخليه ليدبل شوي. بنضيف فوقه الثوم والفلفل الاخضر المقطع ناعم. بس يدبلوا شوي ويستووا تقريبا، بنضيف بقى صلصة الطماطم ودبس الرمان ودبس الفلفل الأحمر الحار، بنضيفهم هيك فوق الصلصة وبنحركهم، بنقلبهم على النار شوي قبل ما نضيف المي. بنملح وبنفلفل، وبعدين بنضيف كاسة مي ونخليهم يتسبكوا كتير منيح على النار. طبعا أنا رشيت فلفل أحمر عشان أنا بحب الحاد، يعني بحب الطعم الحار. هاي اختيارية عشان هي فيها فلفل أسود وفيها يعني معجون الفلفل الحمراء، فهو هيك حار، فإذا بتحبي يكون حار بزيادة ضيفي فلفل أحمر.
مثل ما شايفة هيك ضفنا المي، هلا بنخليها تغلي على نار هادية شي 5 دقايق بس تتسبك مزبوط وتشبك مع بعض. وهيك بكون استوى العدس. خلينا نروح هلا نطبخ المجدرة. هيك شوفي صارت هيك، هاي الصلصة خلص خلصت وصارت تمام. هاي بتتاكل جنب المجدرة. وهلا خلينا نروح نطبخ المجدرة. بنجيب الطنجرة، بنحط الزيت والسمنة اللي قلتلكن عليهم، ونضيف البصل المقطعة ناعمة، طبعا بصلة وسط أو صغيرة مقطعة ناعمة، بنضيفها مع فوق السمنة والزيت وبندبلها. أول ما بتدبل مثل ما شايفة بنضيف العدس يلي سلقناه بعد ما صفيناه، بعد ما بنصفيه من ميته كتير منيح مثل ما شايفة هيك. بس أنا عشان بدي شوحه شوي مع الزيت والسمنة عشان ينشف أكتر، بقى أنا هيك صفيته من ميته كويس. وهلأ عم بعمله مع الزيت والسمنة. بنقلب العدس تقلبتين مع الزيت ومع البصل، وبنضيف الرز الطويل والقصير يلي نقعناه وغسلناه مزبوط. بنضيف معهم الفلفل الأسود، بنضيف كمان الملح حسب الرغبة، ما بنصحكم تملحوا كتير. وبعد ما بنحركهم مع بعض شوي بنضيف بقى الفلفل الأخضر المقطع ناعم، هذا كتير حيعطيها نكهة الدلع يعني. فهيك إن شاء الله حتكون الطبخة شبه كملت. آخر شي بدنا نحط عيار الرز من مية العدس، لكل كاسة كاسة وربع مي بس. إذا ما كفوا معك مية العدس عادي بتضيف من المي العادية. المهم إنه لكل كباية كباية، يعني أنا هدول حطيت لهم 2.5 كوب مي. ضفت من الحنفية العادي وضفت المية العدس الموجودة عندي، ومنخليهم على نار هادية لحتى الرز يستوي ويتهدى. وهيك كانت النتيجة، يعني طبخة ولا أروع ولا غلطة، عالمية. طبعا جنبها لبن أو لبن بخيار، سلطة، خضار اللي انتي بتحبيها، والصلصة. الصلصة هاي أساس، الصلصة تعطيكي نكهة الكشري المصري الأصيل يعني. بنصحكم تجربوه بهالطريقة ورح تدعولي كتير. ويا ريت بس تدعموني بلايك لو عجبكم الفيديو، اشتركوا بقناتي، شيروها عشان تعمل فائدة. نحنا كمان يعني الكل عم يطبخ، بس نحنا عم نعطي معلومات صحية عن أي طبخة أو عن أي مكون من مكونات الطبخ. وإذا في شي يعني شي مكون مضر بالصحة كمان بنقول بقناتنا. فيا ريت بس هيك تدعموني وتشيروا على أوسع نطاق، وأنا فيكم بكبر وحققولي حلمي. وشكرا كتير إلكن، وجربوها هيك، وألف صحة وهنا. إلى اللقاء.